3 حاجات لو عملتهم انت ومراتك السعادة والهنا مش هيفرقوا بينكم، سواء متجوزين او لسه هتتجوزوا. اول حاجة ارجوك اقفل ده، ما تطلعش انت وهي اي حاجة تخص بينكم لبره، لا تقولوا للناس ولا لاهلكم رايحين فين او جايين منين او بتاكلوا ايه او بتعملوا ايه. وضروري ما تحكوش عن اي مشاكل ما بينكم، اي مشكلة ما بينكم قد كده هتطلع بره هتبقى قد كده. لا تقول لمامتك او ابوك اصل هي قالت، ولا انت تروح تقول لهم في البيت اصل هو قال. صدقني والله لا امك هتسامحها على يوم من الايام انت نمت فيه وانت مكسور الخاطر، ولا امها هتسامحك على يوم هي نامت بالليل وهي معيطه. ممكن المشكله اللي ما بينكم اللي قد كده تتحل في كوبايه شاي بالنعناع بالليل، لكن المشكله التانيه هنا وهنا قد كده. اقفل ده، ما تطلعش اي سر بره البيت، كل الاسرار تتكسر على عتبه البيت. تاني حاجه اختاروا في البيت مكان كده كرسيين تقعدوا فيه قدام بعض، اما يحصل ما بينكم وما بين بعض مشاكل والكرسيين دول لما تقعدوا معاهم تتفقوا على شويه قواعد. ممنوع الصوت العالي، ممنوع قله الادب، ممنوع بني ادم يهين التاني، ممنوع ان بني ادم يمد ايده على التاني، ممنوع ان اي بني ادم يقول اصل انا صح وكل حاجه غلط. نقعد مع بعض نتكلم بصوت هادي ونحل ونسمع، كل واحد يتكلم زي ما هو عايز والتاني يسمعه، ولازم المشكله تخلص. انا اتنازل مره انت تتنازل مره، الحياه تمشي ما تعاندش، يبقى في قواعد على القعده على الكرسيين دول. 3 واخر حاجه ودي اهم حاجه، راضوا ربنا. ما تدورش ايه اللي يسعدك ولا تدوري ايه اللي يسعدك، اصل هو ما بيعمليش اصل هي ما بتعمليش. دور انك ترضي ربنا في العلاقه دي. اما البني ادم بيخاف على الطرف اللي قدامه ويبقى عايز يرضي ربنا فيه، بيخاف عليه كبني ادم، تاكله وتشربه وتطبطب عليه وتاخد بالك منه وتديله حب. ما تقعدش تدور اصل انا اعمل ايه وهي ملزوم مني اعمل ايه. لا، في حياه، انت بترضي ربنا، كل اللي تقدر عليه تعمله لبيتك اعمله، وكل اللي تقدر عليه تعمليه لبيتك اعمليه. اللي بيراضي ربنا ربنا بيرضيه. طول ما انت عايز تراضي نفسك مش هتتراضى، طول ما انت عايز تراضي ربنا سبحانه وتعالى، تبعد عن الحرام، تحافظ على بيتك، ربنا هيكرمك والله العظيم، هيحل الحلال في عينك. اي حاجه بسيطه في بيتك هتلاقي في عينك حلوه قوي، هتلاقيك حبيت مراتك وهي كمان حبيتك. نراعي بعض ونرضي ربنا. 3 حاجات نفسي العالم كله يعملهم، والله العظيم هتلاقوا البيوت بقى الحمد لله دخلها بقى الخير والهنا. نسال الله العلي العظيم ان ربنا يجمعكم ويألف قلوبكم دايما مع بعض.